السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بفسر لكم رؤية العصافير في المنام. العصافير في المنام ليها أكثر من دلالة يا جماعة في حياة كل منهما. يعني في حياة الفتاة العزباء ليها دلالة معينة، والسيدة المتزوجة ليها دلالة معينة، والشاب الأعزب ليه دلالة، والرجل ليه دلالة. الرجل الأعمال الناجح ورجل المتزوج. إذا رأى الرجل المتزوج العصافير في منامه يعلم جيدا إن معاه تيسير أمور في حياته، وإن ربنا يكرمه ويكسب كسب كثير. إذا رأى العصافير تحفهف وترفرف حواليه، أو رأى العصافير على يده، أو رأى العصافير في طريقه، يعلم هنا جيدا إنه مشروعه الذي يفعله أو الذي يقوم به هيكسب منه ربحا كثير، ربح حلال. ده بالنسبة للرجل المتزوج. طيب إذا رأت السيدة المتزوجة العصافير، إذا رأت السيدة المتزوجة العصافير في حجرة نومها في بيتها، تعلم جيدا بكثرة ذرية، تعلم جيدا بكثرة ذرية ومال وفير سيأتيها، وتعلم جيدا بحب زوجها لها. دي السيدة المتزوجة إذا رأت العصافير. اللي معايا في الفيديو دلوقتي ياريت لو اول مرة بيشوف قناتي يدعمني باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. طيب اذا الفتاة العزباء رأت العصافير في منامها، دلالة بارتباط، ومش اي ارتباط، دلالة بارتباط، وارتباط جميل جدا من شاب عظيم، من شاب عظيم ليه مال وليه كرامة وليه عفة نفس وشهم ورجال بمعنى الكلمة. تعلم جيدا انها ترتبط بإنسان كويس جدا على الإطلاق. إذا رأى الشاب الأعزب العصافير، الشاب الأعزب إذا رأى العصافير ليه عنده أكثر دلالات، 3 دلالات سيراهم. أول هام دلالة بسفر برة والبحث عن عمل وتوفيق في الحياة. تاني هام دلالة بارتباط وتيسير أمور وكثرة ذرية. ثالث دلالة وهي المال الكثير الوفير الذي سيؤتيه. يبقى من هنا عرفنا ان العصافير في حياة الرائي هي تدل على الخير الكثير والخير الوفير لحياته، ودلالة بتحقيق أمنية لكل من يراهم. يعني اللي يرى العصافير في منامه يعلم انه لو بيتمنى أمنية من الله سبحانه وتعالى، يعلم ان ربنا سبحانه وتعالى سيأتي الأمنية وقرب ليه تحقيق حلمه في الحياة. ومن هنا كان نهاية الفيديو تبعنا. يا ريت اللي لسه معانا في الفيديو يدعمنا بالاشتراك وتفعيل ميزة شكرا على الكل علشان يوصلكم كل جديد. فعلونا يا جماعة القناة على ميزة شكرا علشان القناة تكبر ليكم وفيكم كده. واللي عاوز أحلامه تفسر بشكل أوضح أو بشكل سريع يشترك في عضوية القناة، يشترك في عضوية القناة عندكم جنب المنتدى. بتضغطوا على الاشتراكات وبتدخلوا بياناتكم، ومن هنا بيتم تفسير حلمكم. أول ما بتنزلوه على طول بيتم التفسير بإذن الله تعالى. يلا أترككم في رعاية الله وأمنه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعل أحلامكم كلها تحقيق أمنيات يا رب العالمين.